السلام عليكم. النهارده ان شاء الله يا جماعه نعمله بفتيك باللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين اهو. احنا طول عمرنا واخدين ان البفتيك بيتعمل باللحمه الشرايح، فالنهارده ان شاء الله اوريكم طريقه جديده كويسه واقتصاديه كده مع بعضينا ان شاء الله. انا معايا بصلتين او ثلاثه مفرومين على اللحمه المفرومه اهي، حوالي نص كيلو. بصوا يا جماعه، احنا رجعنا تاني بعد ما كورت الكور زي ما انتم شايفينها اهي كده اهو. واوريكم حاجه برضو تاني اهي على قد اهي، دوس عليها اهي برضو كده اهو. تلفيها بايدك كده كويس. اخر واحده اهو زي ما انتم شايفين اهو كميه هناخدوها دلوقتي. طبعا احنا مقطعين طماطم شرايح وخيار وبصل، ومش هنجيب عيش كايزر زي ما بنقول كده مثلا. عندي عيش، انا العيش البلدي دوت. هنقسم الرغيف هتدخله من جوه بعضيه، يعني زي ما معروف في السوق. وبعد ما نعملوا سندوتشات حلوه كده ان شاء الله بالف انا اشوفها. اوريكم دلوقتي برضه ايه. وزي ما انتم شايفين اهو، انا فردت واحده اهي اهي. طبعا تاخديها كده ايه بالدقيق بالراحه. تمام، تحطيها عليها لوحديها. نعمل واحده تانية اوام اهي. ايدك كده على كفه ايدك زي ما معمول. بالراحه جدا. انزلها على الدقيق زي ما انتم شايفين. اكملها بالدقيق بقى، اكمل فردها بالدقيق. هاخدها دلوقتي طبعا هوريكم ازاي. بصوا يا جماعه، انا عملتها اهي، فردتها في الدقيق. هسقطها في البيض بالراحه كده. معلش حاجه جنبي كده على البوتاجاز. هاخدها من البيض وبقسمها اهو زي ما انتم شايفين اهو. احطها في الطاسه. تمام، هنخلصوا بقيتهم. هاخد دي كمان اهي في البيت برضو نفس الطريقه اهي. انا في البيت البقسماط اقلبها على وشها التاني. البقسماط والدي بيساعدونا نعمل سندوتش قدامنا. هنخلصوهم ان شاء الله. بصوا يا جماعه، احنا خلصنا الحمد لله رب العالمين. وادي اللي احنا عملناه اهو، اللي هو البفتيك باللحمه المفرومه زي ما وصفنا بالظبط في الفيديو. تمام. معانا طماطم وبصل متقطعه، اللي عايز يعمل سندوتش يعمل. النهارده بس هناكلها بالمكرونه يعني. طبعا كلكم بتسبكوا البصل والطماطم صلصه، وقطعنا عليها قرنين فلفل بس ايه من اللي هو الملون ده. وده الطبق اللي هنقدم فيه، بس انا حبيت اوريكم ايه شكلها الاول. زي ما انتم شايفين اهي، بألف هنا وشفا ان شاء الله كده. عشان ان شاء الله تفضلوا معانا، ومعانا البطاطس كمان. وألف هنا وشفا ان شاء الله.